ما الخطوة التالية لاعتصامكم هنا في أمام لجنة انتخابات الرئاسة؟ هل بالفعل ستتحركون إلى ميدان التحرير؟ نعم سنتحرك بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وبالفعل سوف نتحرك إلى ميدان التحرير، ولكن أنا عايز أنوه إن الشيخ حازم مش شخصية، إحنا عشان كده مش جايين للشيخ حازم، إحنا جايين لأن الشيخ حازم قضية مصرية، وليس مش هنرجع أو نخضع لأي توجهات خارجية مثل أمريكا أو إسرائيل. وأنا بقول لسيادة المستشار بجاتو أو لأي قضاة ألا يخشوا إلا المولى عز وجل. وأنا بقول من شاشة قناة الجزيرة إن إحنا لن نستسلم أبدا، وسيظل الشعب المصري سلمية وصاحب الكلمة الرئيسية، ولن يختار رئيسا إلا بإرادته، ولن نختار إلا رئيسا يحكمنا بشرع الله وبكتاب الله عز وجل. يعني هل تعتقد أن المظاهرات والاعتصامات يعني ستمثل ورقة ضغط على المجلس العسكري كي يعني يلبي مطالبكم؟ من أسقط أكبر نظام في الشرق الأوسط بالسلمية سوف يسقط المجلس العسكري ومن وراء المجلس العسكري، ولن نتهاون في السلمية. ونقول للإعلام الكاذب الفاجر أن مسيرتنا يعني أي إعلام تقصد؟ أي إعلام؟ يعني يا ريت يعني توضح الصورة. يعني CBC، يعني دون ذكر القنوات. الإعلام المصري، احنا بنقول على الإعلام المصري وبنقول على قناة الحياة وبنقول